كتحس براسك محتار في طريقة التعامل مع ولدك عنده عام، كتلاحظوا أنه كيبكي بزاف، ما كيبغيش ياكل وصعيب عليه ينعس. اليوم غادي نوريكم الطرق العلمية والعملية باش تبنيو لطفلكم ذكاء واستقرار وسعادة. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في حلقة جديدة في عالم الطفولة مع جيهان. والحلقة ديال اليوم غادي تكون مختصة للأطفال اللي عندهم سنة واحدة. كنعرفوا بأن العام الأول من الحياة ديال الطفل هو مرحلة حاسمة وحساسة جدا، والدماغ ديالو كيتطور بواحد السرعة اللي هي كبيرة، وكل كلمة أو حركة أو لعبة كتشكل شبكة معرفية كتساعدو يفهم العالم ويتواصل مع الآخرين. الطفل كيتعلم بالتجربة مباشرة، يعني يلمس الأشياء، يحرّكها، يلعب بها. حتى التجربة اليومية عادية كتكون درس للتعلم. وحتى الأبحاث العلمية أكدت على أن الأطفال اللي كيتعلموا من خلال التجارب وماشي من الكلام فقط، وبينت على أن البيئة اللي كتكون غنية بالتجارب واللعب والحوار المستمر كتعزّز لهم النمو الاجتماعي والعقلي. ودابا غنمشيو نشوفوا الطرق للتعامل مع الأطفال مع الأمثلة الواقعية. أول حاجة غنبداو بالتواصل والتفاعل مع الأطفال، يعني خصنا نهضروا معاهم، نغنيو ليهم، نوصفوا لهم الأشياء من حولهم. واحد الحاجة اللي مهمة بزاف هي مثلًا ما خصناش نبقاو نقولوا لهم ميمي أجي نميميو زعما راه هي الماكلة، ولا نمشيو نينيو هي نعسو. مثلًا هادي ديدي، فوفو، هاد الكلمات هادو الصراحة خاطئين وما خصنيش نتواصلوا بهم مع الأطفال. غادي نمشيو ناكلوا، نمشيو نعسوا، بغيت نشرب، بغيت نلعب، هادي أنتِ خصك تقولوا هادي سخونة، هادي باردة. يعني الطفل خصك تحاور معاه وتقول له الكلمات كيف ما هما. الطفل ملي كتبدا معاه بهاد الكلمات هادو، والنهار اللي كيكبر كتوصل عنده 3 سنين 4 سنين وكيبقى يتبدل المصطلحات اللغوية عنده، كيلقى مشكل. هنا كنعملوا العرقلة في العقل ديال الطفل. لذلك كنصحكم أن الأطفال ملي يبداو يهضروا تكلموا معاهم نيشان، قولوا لهم الكلمة كما هي، ما تبقاوش تقولوا لهم تصغروا الحاجة ولا الكلمة قولها له كيف ما هي، باش الطفل ما يوقعلوش واحد البلوكاج في العقل ديالو. نهضروا معاهم عادي، نغنيو لهم، نوصفوا لهم الاشياء. مثلا هذه ها شنو سميتها، هذه كره واللون ديالها احمر، هذه لعبه، هذه سياره واللون ديالها ازرق. هكا خصنا نهضروا معاهم بهذه الطريقه، ماشي نبقاو نصغروا لهم الاشياء، باش ننميو لهم اللغه ديالهم والتواصل ديالهم الاجتماعي يكون فعال، وانهم يفهموا حتى المشاعر ديالهم. الصبر والتكرار، يعني ديما نكرروا الكلمات والحركات باش نعزّوا التعلم ديال الطفل، حيتاش الطفل ما يمكنش غادي تقول له واحد الحاجة واحد المرة وغيعقل لك عليها. يعني ضروري التكرار، التكرار باش داك الشيء يترسخ له في الدماغ ديالو. مثلًا بحال ماما دايمًا الكلمة هو في الأول ما غاديش نطقها مزيان، ولكن خصك تبقى تعاودها له تعاودها له غادي يولي نطقها مزيان، وغيقول ماما يعني بواحد الطريقة سلسة جدًا. هنا الطفل كيحس براسو كيحس بالنجاح، وخصك تشجّع التعلم المستمر، حيتاش فاش كتقول له الكلمة وكينطقها كما هي كيحس بواحد الفرحة. والأمان، يعني دائمًا نوفروا للطفل بيئة آمنة بلا حواجز أو مواد خطيرة. كنعرفوا أن الأطفال اللي كتكون عندهم سنة كيكونوا حركيين بزاف، كيكونوا كيبغيو يكتشفوا كلشي، كيبغيو يجبدوا كلشي، حيت ما كيعرفوش شنو اللي خطر عليهم واللي ماشي خطر عليهم. طبعًا خصنا نردوا لهم البال بزاف. ون ونحاولوا أننا نشجعوا الحركة ديالهم الحرة، ما نقيدوهمش. أيضًا غنمشيو للروتين اليومي. هذا الروتين اليومي مهم بزاف في التربية ديال الأطفال اللي عندهم سنة واحدة. يعني كنظموا لهم الأوقات د اللعب ديالهم، الأكل والنوم، حيتاش الطفل كيكون باقي صغير وحنا اللي كنتحكموا له في كلشي ديالو. يعني حنا اللي قادرين نتحكموا فيه، ماشي هو اللي يتحكم فينا طبعًا. آآ مثلًا الأكل، كنقول فيك واخا يكون جاه الجوع، جاه الجوع، ولكن واخا تصبر واحد شوية حنا غادي ناكلوا كاملين ومجموعين. بغيتي تلعب، غنلعبوا ولكن ماشي دابا حتى بلاتي. يعني خص الطفل خصو يعرف الأوقات ديال اللعب وديال الأكل ود النوم. النوم بزاف ديال الوالدين كيلقاو مشكلة أنهم ينعسوا ولادهم في واحد الوقيتة معينة. خص داك الوقيتة مثلًا حنا غادي نعسوا في 9، يعني ديك 9 خاص الضو يتطفى، خاص التلفازة على الأقل غير حتى يولّف ينعس في ديك الوقيتة واحد المدة ديال شهر ونص هكا ولا شهر.
عادةً الإنسان باش كيتعلم واحد العادة خصو 21 يوم. نطفيو الضو، نطفيو التلفازة، أي حاجة غادي تعمل لنا الصداع ما نعملوهاش، صافي راه غنمشيو ننعسو باش هو يعني محدّو صغير عنده عام وهو هو كينعس في نفس الوقيتة. وحاول يعني يكون النوم منظم، وبالنهار مثلًا ينعس مع الوحدة، يفيق مع 3، في الليل ينعس مع 9 ويشبع نعاس الليل كامل. هنا حتى الأم كترتاح حتى هي ما تبقاش يعني الليل كامل سهرانة معاه، وفي الصباح هو عاد يجيه النعاس. ونمشيو للأكل ديال الطفل. الأكل كيفاش نتعاملوا مع الطفل عنده سنة في الأكل ديالو. الأكل ديالو أنا كنوصي جميع الأمهات ونتمنى هاد النصيحة ديروا بها، هو أنكم تمنعوا على ولادكم السكريات. علاش السكريات؟ كتخلي الدماغ ديالهم فواحد النشاط مستمر، وإون فوا عاوتاني ديك السكر كيسالي كيبغي عاوتاني سكر واحد آخر بطريقة واحدة أخرى باش عاوتاني يطلع له صافي كتبقى تجيه السعادة ديالو، الدوبامين كيبقى يطلع له فقط ملي كياكل السكريات. والسكريات الصراحة مضرة جدًا، وحاولوا ولادكم تبعدوا عليهم المعلبات والحلويات قدر ما يمكن، قدر ما يمكن أنكم تحيدوا من ولادكم هاد الشي هذا. وحاولوا ولادكم يعني يكونوا الوجبات متزنة، الخضار، الفواكه، البروتين. وحاجة واحدة أخرى، والطفل اللي عنده سنة كنفضّل على أنكم تخليوهم ياكلوا بوحديتهم قطع صغيرة، مثلًا تعملوا لهم قطع صغيرة ديال الأكل نعملوها لهم مثلًا في الصحن اللي غياكلوا فيه. وحبذا لو أنه ياكل بوحديتو، يعني طبيلة وكريسي ديالو دائمًا نحطوهم في البلاصة اللي كتكون يعني سهل أننا ننظفو، يعني حتى لا وسخوا الماكل حيتاش كنعرفوهم باقيين صغارين، يعني باقيين ما كيتحكموش بزاف ديال الحاجات. علاش هنا الطفل غادي يتحكم لي في اليد ديالو، غادي يتحكم لي في الحركية الدقيقة، أنه كيكون واحد التآزر البصري حركي، أنه اليد ديالو كتهز مثلًا وكيحطها في الفم ديالو. يعني هنا الطفل كيبقى يعمل بحركات بسيطة وكيعتمد على راسو. نيت كنقوّلو الصحيحة ديالو. وكيف كنقول لكم دائمًا النظام الغذائي الصحي كيحسّن التركيز والطاقة والنمو العقلي عند الأطفال. دابا غادي نمشيو نشوفوا الألعاب اللي المناسبة للعمر ديال هذا الطفل اللي عنده سنة واحدة. نشوفوا الألعاب الحركية، عندنا الكرة، أنه مثلًا رمي الكرة مهمة جدًا، أننا الطفل نبقاو نلعبوا معاه رمي الكرة. يحاول يجري في وسط الدار ولكن في بلاصة اللي تكون آمنة طبعًا. التسلق ديال الدرج، يعني يطلع في الدروج يهبط، يعني مثلًا تكون مقابله يعني تحت المراقبة طبعًا. وكاين الألعاب الحسية بحال الماء مثلًا ملي تبغي دوّشلو تخلّيه مثلًا واحد 5 دقايق كيلعب في الماء مزيانة. الرمل مثلًا في فصل الصيف مثلًا الأطفال يمشيو البحر يعني ويجلسوا يلعبوا بالرمل وبالماء، يعني هنا كيحس بواحد المتعة جدًا، جدًا. العجين أو الصلصال حتى هي لعبة يعني مسلية جدًا. الطفل كيطوّر المهارات الإبداعية ديالو. نشوفوا الألعاب العقلية اللي كتكون بسيطة، مثلًا ترتيب الأشياء، مثلًا تعمل له واحد السليلة مثلًا، هادو غادي نحطوهم هنا وغادي نحطوهم هنا وتخلّيها هو تما. يعني كاين بزاف، بزاف، بزاف ديال الألعاب اللي بسيطة ورخيصة، رخيصة أنها تنمّي لك الذكاء ديال طفلك من السنة الأولى بدون شاشة، بدون هاتف، بدون تلفاز. أنا بعدا ضد التلفاز. أنا الطفل عنده من تحت من 5 سنين يشوف التلفاز أو يشوف الشاشة كيف ما بغات تكون، حيتاش ديك الضوء الأزرق يعني كيخرج عليهم. وأنا ديجا عملت لكم حلقة اللي بغا يرجع يشوفها، يعني راه كاين الفيديو، راه نحط لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، اللي بغى يدخل يستافد والنيت تعرفوا الضوء الأزرق شنو كيعمل في العقل ديال الأطفال ديالنا. نشوفوا الألعاب التواصلية، مثلًا تقليد الأصوات. كاينة مثلًا نعملوا مثلًا الأصوات ديال الحيوانات ولا أصوات ديال شي حاجة، وهو يعاود يقلدنا داك الصوت. آآ كاينة عاوتاني الألعاب ديال المكعبات، يعني أنه يبني البرج. هاد اللعبة كتعلمو الصبر وحل المشكلات، يعني أنه كتعطيه مجموعة ديال المكعبات وكتخليه هو كيركبهم وكيصنع بهم بزاف ديال الأشكال. عندنا قلنا الرمل وعندنا العجين، هادو ديجا قلناهم. اللعب أكدوا العلماء علميًا على أن اللعب الحسي والاجتماعي كيعزّز حل المشكلات والإبداع والتفكير المنطقي.
وكيف كنعرفوا أن اللعب يعني يعني في الحياة ديال الطفل ديالنا عنده سنة مهم جدًا، مهم جدًا أننا نهضروا معاه، نتكلموا مع الطفل، نتجاوبوا معاه، ماشي تقول لا ما كيعرفش، كيعرف، نعطيو الوقت لولادنا نلعبوا معاهم. كاين ألعاب اللي بساطين ورخاصين الصراحة، ويعني بإمكاننا يعني نشريوهم لولادهم ولا حتى نصنعوهم من راسنا مع ولادنا ويلعب ويكتشف يعني كيف ما بغا. غادي نعطيكم يعني 7 ديال النصائح يعني للآباء من الواقع، زائد التصرفات اللي ما خصهمش يكونوا يعني أمام هذا الطفل اللي عنده سنة واحدة. السلوكيات يعني نبغيو يعني نتجنبوها يعني قدر الإمكان أمام الأطفال ديالنا. أول حاجة الصراخ أو الغضب العنيف، يعني الطفل هنا كيحس بالخوف، كيف كنقولوا كيتخلع، القلق والاضطراب العاطفي. يعني الآباء إلا بغاو مثلًا يتناقشوا بوحديتهم بلا أطفال، يعني شوف سواد عام، عامين، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، كيف ما بغا يكون الطفل، يعني ما خصوش يشوف الغوات، ما خصوش يشوف العنف، الغضب، الصراخ. علاش؟ باش الأطفال النفسية ديالهم تكون مرتاحة، وديما الوالدين ديالهم يبقاو يعني قبالة عينهم يعني يعني مثاليين. نحاولوا قدر الإمكان دائمًا يعني نهضروا معاهم بهدوء، يكون التوجيه إيجابي، ويعني التصرفات حدا ولادنا خاصها تكون يعني مُتحكّم فيها. الضرب الجسدي، يعني هنا الطفل مثلًا كاين اللي كيبغي مثلًا بعض الأطفال كيدخلوا للمطبخ ديالنا كيبقاو يجبدوا، كنوضوا نضربوهم عنده عام. أنا شُفت يعني أمهات كيضربوا ولادهم عنده عام، ما عندك ما تضرب فيه، حيتاش هو ما عارف والو مسكين. مازال عاد كيكتشف العالم، مازال عاد كيبغي، يعني واخا كضربو كيسحب لك، إلا ضربتيه راه ما غاديش غيعاود وغيعاود وغيعاود وغيعاود. لهاديك الشي كنصحكم ما تبقاوش تضربوا وليداتكم. بغا يلعب خليه يلعب، ولكن راه كلشي على البداية كيفاش بديتي معاه، فهمتي؟ يعني إلا خصصتي له واحد المكان ديالو أنه يلعب فيه، ووفرتي له يعني ولو الألعاب بسيطة أنه يلعب بهم، كنظن على أنه ما غيدخل المطبخ، ما غيمشي نتا شي بلاصة. يعني عافاكم، يعني الطفل ده عام، يعني جريمة في حقه أن الإنسان يضربه صراحةً. الشِّجار أمام الأطفال، يعني الأطفال يعني كاين بعض الوالدين كيتخاصموا حدا ولادهم، يعني كيحسّوا بعدم الأمان، يعني وكيبقاو يقلّدوا العدوانية، كيخرجوا أطفال عدوانيين وعصبيين. يعني نحاولوا أننا الخلافات نبعدوها على الأطفال بطريقة هادئة جدًا. الاستخدام المستمر للهاتف أو الشاشة، كاين بعض الآباء ولا الأمهات كيحطّوا ولادهم وكيشدّوهم الهاتف، ولا كيكونوا كيتواصلوا مع العائلات ديالهم بالهاتف. يعني المكالمات تكون محسوبة، ويعني الإنسان الوقت اللي غيوفّروا مثلًا في الكلام، يعني النميمة والغيبة، يعني يجلس مع ولادو يلعب معاه. يعني كنفضّل يعني حتى أنا قُلت لكم التحركات تكون محسوبة. وأيضًا نصيحة واحدة أخرى، السخرية أو الكلام القاسي. الأطفال، الطفل عنده سَنة راه كيحس، كيكون عنده الشعور. أصلًا الطفل عنده سَنة كيخدّم الحواس ديالو بزاف وكيحس، يعني إلا غوّتِ عليه كيعرف، وإلا ضحكتِ معاه راه كيعرف وكيجاوبك. يعني ما نبقاوش يعني نقولوا الكلمات القاسية للطفل عنده سَنة، أو نضحكوا عليه، أو يعني الطفل يعني هنا كتطلع عنده ضعف الثقة بالنفس وضعف الشخصية. على داك الشي احترموا الطفل، ولو يكون عنده غير يوم واحد خصنا نحترموه، راه إنسان وخصنا نحترموه ونحسّوا به. ون و وهنا نبدلوا بالكلمات مشجعة ومحفزة، حيتاش هو كيكون عاد كيتعلم يتمشى، عاد كيتعلم بزاف ديال الحوايج. دائما نشجعوه والكلمات تكون محفزة، والحضن والقبولات ديال الآباء كتكون يعني جميلة عند الأطفال، يعني كيحسوا بداك الشيء هذاك. وكاينة تجاهل الطفل أو عدم التفاعل معه. بعض المرات الطفل كيبقى يعمل شي حركة باش أنه يثير الانتباه، دائما نشجعوه ونجلسوا معاه، نتحدثوا معاه، ماشي غير حيتاش وفرنا له الألعاب صافي غنحطوه في ديك البلاصة وتما كيلعب. حتى دوز 3 السوايع نوكلوه، دوز ساعتين نبدلوا له. الطفل راه محتاج للحضن، محتاج للأمان، محتاج يشوفكم، يضحك معاكم، يلعب معاكم، يعني الوقت دوزوه معاه. هنا يعني ولو غير واخا كيكونوا كنعرفوا بأن الأمهات يعني مشغولين، الآباء يعني ولو غير 15 دقيقة، نص ساعة يوميًا، يعني كتكون عندها واحد الأثر كبير بزاف. مثلًا إلا الطفل ديالكم كان كيبكي، يعني بغى واحد اللعبة
نحاولوا أننا كاينة واحد الطريقة ممتازة أننا بغينا نسكتوا بها الطفل مثلًا كيبكي على شي حاجة، بقى تلعب له في شعرو، شبّر له في يدو، رجلو، يعني شتت له الانتباه ديالو، وكون أكيد ما غاديش يبقى يبكي، وحاول ديك الساعة تبدّل له على أنه مثلًا في البلاصة، يعني قلب له أنه مثلًا بغا هادي عطيه أنتِ هادي اللي مسلكاك، وفي ديك الساعة عطيه له. هاد الطريقة ديال أنك الطفل ملي كيكون كيبكي كتشتت له الانتباه ديالو، يعني كيسكت بواحد دغيا كيسكت. أنا هادي ديجا جربتها مع بزاف ديال الأطفال كيسكتوا، يعني كتشتت له ما كيبقاش عارف راسو أصلًا علاش كيبكي. وكيف بغيت نقول لكم بأن الطفل عنده سنة واحدة، يعني الحياة ديال الطفل هاد السنة كتكون هي الحجر الأساس لشخصيته وعقله، وكل حركة وكل كلمة وكل لعبة هي فرصة للتعلم، وبالتعامل الصحيح، يعني نتعاملوا معاه بطريقة مزيانة، والأكل الصحي، النوم الكافي. أنا قلت لكم اعملوا الروتين في حياة ولادكم، راه أنا ديجا عملت لكم حلقة على الروتين في حياة الطفل، راها مهمة جدًا. وثق بيا الأمهات الناجحات في التربية ديال ولادهم خالقين لهم الروتين كتسهل حتى على الأم التربية، والألعاب يكونوا مناسبة، نعرفوا ولادنا شنو كنشريو. كاينين بزاف ديال الألعاب اللي رخاص وبساط، ولكن كيخلقوا الفرق في الذكاء ديال الأطفال ديالنا، ونحاولوا نتجنبوا التصرفات السلبية أمام الأطفال يعني نصيحة للآباء والأمهات. وإلا بغينا نبنيو طفل ذكي سعيد ومستعد لاكتشاف العالم بثقة وحب يكون ناجح في حياته، راه سهلة وسهلة بزاف. صراحة الحديث طويل بزاف والنصائح بزاف، نتمنى تكونوا استفدتوا، ونتمنى تبارطاجيو هذه الحلقة مع الآباء والأمهات اللي عندهم الأطفال عندهم سنة واحدة. وكيف كنقول لكم دمتم في رعاية الله أنتم وأطفالكم، إلى اللقاء الحلقة الجاية إن شاء الله.